بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية على الفحم بتتبيلة جميلة جدا هتخلي الفراخ طعمها جميل وطرية وجميلة معاكي، مش هتكون ناشفة، مش هتبطلي تعمليها في البيت بالطريقة دي. تابعينا لآخر الفيديو علشان تعرفي الخطوات. معايا فرختين، الفرخة حوالي كيلو ونص، ولازم علشان الفراخ تكون طرية معاكي، ما تكونيش لسه جايباها، تكون عندك فراخ في الفريزر علشان اللحم بتاعها ما يكونش مشدود معاكي وتنشف منك في الشوي. الفراخ اللي معانا مغسولة ومتنضفة كويس جدا. هنقطع الفراخ مع بعض علشان انا هشويها في اسياخ. بقطع الصدر لكذا قطعة علشان تستوي معانا في الأسياخ. بقطع الصدر لحوالي 5 قطع، وممكن تقطعيها ل6 كمان. بقطع الفراخ اللي معايا بالحجم ده. هنقطع الورك. بفصل الدبوس لوحده وبنغزه بالسكينة بالشكل ده علشان يشرب من التتبيلة ويستوي معانا، علشان الدبوس المسام بتاعته بتكون مقفولة، فبنغز الدبوس بالسكينة علشان يستوي. وبقطع الجزء ده ل3 قطع. وبقطع الجزء ده ل2. وبقطع باقي الفراخ بالشكل ده زي ما قطعت الصدر والورك معانا هنا، بقطع باقي الفراخ. دلوقتي هنجهز التتبيلة. في الخلاط معايا طماطمايه وبصل وقرن فلفل، ولو عندك فلفل احمر يكون افضل. بقطع الطماطم والفلفل والبصل. ومعايا حوالي 6 فصوص من الثوم. الفصوص اللي معايا حجمها صغير، لو الفصوص اللي عندك حجمها كبير ممكن تستخدمي 3. وبنزل بمعلقتين من الملح ما يكونش ملانين جامد، ومعلقة من السكر، معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من القرفة، ومعايا معلقتين من الخل. وبضيف نص كوباية من اللبن ونص كوباية من المية علشان يتضربوا مع بعض في الخلاط كويس جدا. ومعايا كيس تتبيلة المشاوي، بضيف نص الكيس. وبضرب الخلطة دي كلها في الخلاط كويس جدا لحد ما تنعم معايا كويس جدا. وبنضيف كمان معلقة من البابريكا، معلقة صغيرة من البابريكا.
وبقلب التتبيلة مع الفراخ كويس جدا لحد كل قطعة من الفراخ تتغلف بالتتبيلة. وبنسيب التتبيلة دي حوالي ساعتين، ولو مش مستعجلة ممكن تتبليها قبلها بيوم. الفراخ بتاخد من طعم التتبيلة وبتكون دايبة ومستوية وطرية. بقلب الفراخ كويس جدا علشان الفراخ كلها تتبل، وهبيتها ليلة كاملة في التلاجة. وهنا دي الفراخ بعد ما بيتها ليلة كاملة في التلاجة، بقلبها مرة تانية، وهنجهز الأسياخ علشان هنشوي الفراخ اللي معانا بالأسياخ دي على الفحم. هجهز الفراخ وهدخلها في الأسياخ، وبدخل كل جزء مع بعضه في سيخ واحد علشان يستوي. انا هنا حطيت الدبابيس مع بعض والصدور مع بعض، وبكمل الفراخ كلها اللي معايا بنفس الطريقة. دلوقتي هنجهز مع بعض رز اصفر هيكون جميل مع الشوي. معايا ورق لوري وقرفة عيدان ولومي. اللومي ده انا مجهزاه في البيت. بقلب كله مع بعضه في السمنة، بقلب كله مع بعض، وبكون مجهزة كيلو رز مغسول ومتصفي. بنزل بكيلو رز مغسول ومتصفي، وبشوح كله مع بعض. بنزل بالملح، ومعايا ربع معلقة صغيرة من الكركم. بشوح الرز كويس جدا، وبنزل بمية سخنة لحد ما اغطي الرز. وبعلي النار على الرز، وبعدين بهدي النار لحد الرز ما يستوي. فراخ مشوية يعني سلطة طحينة. هنا مجهزين الطحينة. لو حابة تعرفي الطريقة دي هسيبلك الطريقة في صندوق الوصف في المقترحات اللي بتظهر على الفيديو. بنعمل من الطحينة كمية كبيرة بطريقة اقتصادية وجميلة، وكمان معانا سلطة خضراء بتكون جميلة جدا مع المشويات. وهنا دي الفراخ اللي معانا بعد ما استوت وشويناها على الفحم. شايفين ما شاء الله الفراخ مستوية وجميلة. والفراخ اللي معانا طرية جدا ودايبة ومستوية. بعد الطريقة اللي معانا في الفيديو مش هتبطلي تشوي الفراخ في البيت، مش هتجيبيها تاني من بره. هتمشي على الخطوات هتطلع معاكي فراخ جميلة. وهنا ده الرز الأصفر. شايفين الفراخ ما شاء الله جميلة جدا.